السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة علي حسن في الجزء الخاص بتعليم الفوتوشوب. النهاردة يا شباب معانا درس بسيط جدا ولكنه درس مهم جدا جدا للناس اللي هتشتغل في المطابع. احنا دلوقتي انطلب مننا بورتريه، ده 40 في 40 ونحط عدد 10 صور. تمام. الصور دي يا شباب موجودة على النت، يعني انت ممكن تحط اي صور. طيب ازاي نعمل، عشان ما اطولش عليكم طبعا، ازاي نعمل البورتريه ده؟ الموضوع بسيط قوي يا شباب وان شاء الله هتستمتعوا بيه. اول حاجه خالص هبتدي اشوف المقاس بتاعي كام. 40 في 40. هقول له فايل، نيو، اهوت. انا كنت عامله قبل كده 40 في 40 وهعمل الريزوليوشن بتاعته 150 عشان يعني حجم الملف ما يكبرش مني. وهنختار مثلا CMYK color عشان يبقى على الطباعه على طول. اوكي. طيب اول حاجه يا شباب هنا عشان ابتدي اعمل التصميم بتاعي ده، انا محتاج ان كل ده يبقى شبه بعضه. فانا لازم اعمل حاجه اعرف اظبط بيها المقاسات. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنضغط على فيو وهنعمل شو وهقول له جريد. تمام. الجريد دي مناسبه، او اي جريد تكون مظبوطه شويه. وببساطه شديده شايفين التصميم كبير ازاي، ولكن هو بسيط جدا جدا جدا. انا عايز اعمل ريكتانجل بس. هاجي رايح جايب الريكتانجل بتاعي اهوت. شوف انت مثلا عندك 10 صور، فانت شوف المقاس اللي يناسبك. هنضغط شيفت. هو هنا لو ضغطت ضغطه واحده هيقول لك مقاس الريكتانجل، بس انا هنرسمه كده يعني في الايه، في المظبوط. على فكره كده يا شباب مربع، كده مربع بالظبط. انا مش عايزه مربع، انا عايزه مستطيل كده. اتفقنا؟ طيب هنا عمل له اهوت، معمول له فيل وستروك. هنزود الستروك بتاعنا نخليه ابيض ونزوده شويه. طيب بس يا شباب احنا كده عملنا التصميم كله. ده الكور بتاع التصميم، او ده قلب التصميم. هنضغط كنترول تي، فري ترانسفورميشن، وهنبتدي نظبطه على 45 درجه بالظبط. انا سحبته الناحيه التانية فانا هخليها ناقص 45 درجه. اتفقنا؟ ادي 45 درجه، 45. ونشده شويه كده هنا عشان انا شايف ان هي ايه، مش معموله. ظبطها بقى زي ما انت عايز. وهحطه في الوسط. طب احطه في الوسط ازاي يا شباب؟ هنضغط على الريكتانجل ده وعلى الباك جراوند كنترول، الاتنين مع بعض يبقوا ممسوكين كده. وهنضغط على اداة الموف وهقول له انا عايزه يعني سنتر وهوريزونتال سنتر كده، موجود في النص بالظبط. طيب خلينا نشوف اي صورة كده نحطها، وهو ده هيبقى التصميم بتاعنا. فايل، اوبن، الصور بتاعتنا كلها اهي. نختار مثلا صورة زي دي، نشيل الجريد من هنا، فيو، داخل شو، وهعمل اني تشيك على الجريد. ناخد مثلا صورة العائلة دي كلها مع بعضها تبقى في اول صورة. للمرة التانية يا شباب الصور دي انا لقيتها على النت، فانت ممكن تتدربوا على اي صور. هنعمل كليك يمين كده بأداة السلكت او الماركتي سلكت تول لاير فيها كوبي، وهضغط عليها كده وهاخد أداة الموف وهبتدي امشي على التصميم بتاعي اهو. تمام يا شباب. طيب كليك يمين، كنترول تي، وهكبر الصورة بتاعتي بحيث تبقى على الريكتانجل بتاعي كله. ادي صح. وهقول له هنضغط على النقاط دي وهعمل كرييت كليبنج ماسك او الت كنترول جي. ادي كده اتعمل كليبنج ماسك اهوت. هنعمل كنترول تي كده على الصورة تاني عشان نكبرها سنة بحيث ما تظهرش الحاجات دي. بس يا شباب التصميم كده بتاعنا الكور بتاعه يعتبر كله خلص. اتفقنا؟ طيب هنا بقى انت ممكن تكبر او تصغر زي ما انت عايز. يعني مثلا هنا التصميم ده كان فيه تقريبا 10 صور، انت هنا ممكن تعمل 15 20 زي ما انت عايز على حسب كبر الريكتانجل بتاعك. اتفقنا؟ فهنا هيبقى صغير شويه، فاحنا هناخد حاجات اكبر. يا سلام، يلا بينا.
هناخد اللاير الاولاني ده والريكتانجل بتاعنا الاتنين دول اهمت، هنضغط شيفت او كنترول وهنعمل كنترول جي عشان يبقى الجروب وهنسميه 1. تمام، تبقى دي الصورة الاولى. وهنعمل نيو لاير كده وهتبقى دي 2. اتفقنا؟ خدوا بالكم احنا اخدنا الجروب كوبي، وهنمسك الجروب كده نشده كله نحطه هنا. تمام، وهامسك 2 دي اخدها تاني كده هتبقى 3. تمام، ادي 3. طيب يا شباب، دلوقتي احنا عملنا وظبطنا التصميم بتاعنا كله على مثلا 17 صورة، اخدت 17 صورة. طب انا هعدل دول ازاي؟ خلينا كده بالاول واحدة واحدة. هنشيل بس الجريد كده، خلينا نشوف احنا بنعمل ايه. خدوا بالكم يا شباب الجريد مهمة جدا عشان تعمل سناب كده وتظبط الصور دي تبقى شبه بعضها. طيب حاجة زي كده مثلا 14 دي عايزة تتظبط. ها طيب، انا دلوقتي عايز اظبط الصور دي. همسك مثلا 1، احنا خلاص 1 نسيبها زي ما هي. 2، طب انا عايز اظبط الصورة رقم 2 دي، اعمل ايه؟ ببساطة شديدة هتمسحها، وانت كده عارف بتاع رقم 2 اهو، وهتشوف صورة من الصور دي. مثلا عايز تحط الصورة دي اهي، هتاخد الصورة دي اهي، لاير فيا كوبي، هتمسك من الباك جراوند هنا لاير فيا كوبي، وهتمسك الصورة دي كده بأداة الموف تول وهتعملها موف وهتحطها مثلا هنا. اتفقنا؟ كنترول تي. تكبر شوية الصورة اهي بس، وهتيجي رايح على الصورة نفسها كلي اهي، هتضغط على الدروب داون منيو دي وهتعمل كرييت كليبنج ماسك بس يا سيدي. وهتعمل كده في كل الصور. انا هنا عوزت باك جراوند كده شكلها حلو عشان انا مكبر الصور دي. انت هنا ممكن تصغرها كل ريكتانجل يا شباب. وليه؟ يعني هنا انا عملت كنترول تي كده، الريكتانجل بتاعي كان في كام؟ الريكتانجل بتاعي 16 ونص في 16 ونص. طب الريكتانجل اللي انا عامله في الاول ده كام؟ اي ريكتانجل فيهم كام؟ كنترول تي كده 17 في 17. شايفين يا شباب سنتي واحد بيفرق اوي ازاي؟ سنتي واحد فرق في كل ده ازاي؟ والموضوع بسيط، وان شاء الله بقى تبتدوا تغيروا كل الصور دي زي ما عملنا الصورة دي. شكرا لحضراتكم ونشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله.